خبريه يا ريري، لو يبوزك كده ليه ما تقوليش ريري. حد فيكم تابع تطورات الاي اي اليومين دول؟ ويطلع ايه الهاي هاي ده؟ الاي اي يا ابو جهل انت، يعني ادوبه الستريتور. يا عم الستريتور انت كمان. الاي اي ده يعني الذكاء الاصطناعي. مش ده زي شد فيديو كده والحاجات دي؟ ايوه ايوه، زي شد فيديو كده بالظبط. صبرني يا رب. هو ده بقى اللي مزعلك او كده يا ريري؟ عمل لك ايه بقى ان شاء الله؟ سرق افكارك ولا شتمك في الفويس شات؟ هتلاقيه كل عليه ايجار مساحة التلفون. قلت لك يا ريري ما تحطوش جنب التيك توك، هيتعلم قلة الحياة. قلت لكم محدش يقول لي ريري. طب قول لنا بس مالك يمكن نعرف نفرفشك، بدل ما انت شارب من البحر كده ومحدش قادر عليك. يا جدعان الفكرة ان الاي اي ده قتل الابداع. به، قتله فين؟ ده طار يا ولد عمي. عليا الطلاق لقتله مطرح ما هو قاعد، واللي هيقف قصادي هقتله هو كمان. يا عم اقعد، يا عم اقعد. ده تعبير مجازي. يعني اقصد ان الاي اي اتطور لدرجة كبيرة. ده بقى بيعرف يكتب شعر ويرسم لوحات فنية. ده حتى الصور المتركبة والفيديوهات المتفبركة بقت شبه الحقيقية بالظبط واكتر كمان. طب وده مزعلك في ايه يا صاحبي؟ التطور حلو برضه. ما هو لو فضل التطور ده مستمر هيستبدل البشر. طب ما زين جوك ده، استبدلهم واحنا ناخد مكانهم. ناخد مكان مين؟ البشر. امال احنا ايه؟ ايوه صح، بلا مؤاخذة. انا خايف قوي بجد يا جدعان. انتوا مش متخيلين التقنيات دي بتتطور ازاي كل يوم. انا لسه مش فاهم دماغك برضه. انت ايه اللي ملجلج قلبك قوي كده يعني؟ خايف ياخد وظيفتي، يشتغل شغلي. ساعتها انا هقعد في البيت ومش هلاقي شغل، ولا هعرف اعمل فلوس. وتعاود تزعل لما نقول لك يا ريري؟ ما قلنا لك محدش هياخد رزقك يا عبيط انت. يا صاحبي ليك عليا، لو الاي اي اخد شغلك انا هشغلك معايا. نطلع نصطاد سمك وجمبري، وهي شغلانه حلوه وكسيبه. واحنا كمان محتاجين نفر يحش البرسيم في الغيط. مكتوبة لك ابو عمو. هو انا معرفش اتكلم معاكوا كلمتين جد كده؟ كل حاجة تريقة؟ انت تعرف مين اول واحد فكر بنفس تفكيرك دي؟ عم الحج زغلول الله يرحمه. لما سمع ان الجرار ابو منافلة عينزل في الصعيد كان خايف زيك كده، وهو عاش ومات ميسور الحال والحمد لله. وما فيش حد واصل خد شغله ولا شاركه في رزقه. نفس القصة مع خالي صبح النجار، لما سمع عن المنشار الكهرباء كان هيتجنن، وبعدها بقى بيستخدمه زي السكينة في الحلاوة، وشغله زاد وبقى زي العسل. الوضع مختلف يا جماعة. الأدوات دي كانت أي نعم متطورة عن الأول، لكن بتأدي وظيفة واحدة في الآخر، وكمان محدودة. لكن الذكاء الاصطناعي بيتعلم ألف حاجة كل دقيقة. ويا عالم بكرة هيوصل لإيه؟ يا راس النعجة انت قلت لك محدش هياخد رزقك، ربك الرزاق هيدبرها. الدنيا بتتطور من زمان يا صاحبي، والاي اي ده مش ابن امبارح يعني، ما تخافش. اوعدك يا عم هخلي شات جي بي تي يبطل يقول لك يا ريري. ابسط يا عم ريري. يا جدعان